وكارهين واش طيبوا اليوم. راهي تلفت لكم طيبنا كلش. جبت لكم فطور سهل وبنين، عجة المركز بطريقة بزاف سهلة وحيجي بنين. ما تنسوش تجربوه في شهر رمضان. في مقلاة درت راس توم مع شوية زيت وقليته مليح. راح طفتلو 3 حبات طماطم مقطعين ولا مرحيين وراس حار كيما راكم تشوفوا. قليتهم مع بعضهم، ضفت لهم ملح فلفل كحل وعكري. نقليهم ونزيد نضيف لهم غرف طماطم مصبرة، نقليهم مع بعضهم ونغلق عليهم ونخليهم يطيبوا حوالي 10 دقائق. من جهة أخرى في مقلاة راح طفت المركز، خليته يطيب مليح حتى يطلق الماء ديالو. وجبت هاد المقالي سبيسيال تاع العجة، راح طفت هذاك لاصوص اللي كان طابت لي والمركز قطعته كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. هاد الكمية ديالكم 2 سنيوات، انا باسكو درت كيلو تاع المركز. كيما راكم تشوفوا راح نقصر عليها البيض وراح نضيفه. كل سنيوة نديروا لها 4 ولا انتم على حسب افراد العائله. وفي الاخير نديرها برشه معدنوس. بعد ما كملتهم انا سنيوه واحده حبيت نضيف لها العجينه من الفوق نغلقها. كانت عندي عجينه تاع بيتزا، رحت غلقتها كيما راكم تشوفوا من الفوق ودرت لها شويه صفار البيض وشويه جلجلان ودخلتها طيب. سهلت عليها غير من الفوق باش تحمر برك، ياك كلش طايب ويطيب البيض برك. هايليك تحمرت لي مليح بيان. الخبز ديالها تقدري تنحي شوفي تغمسي به بزاف بنين. ما تنساوش تجربوا الوصفه ودعموني. سلام.